بتحبوا الرز المعمر زيي؟ تعالوا بقى نعرف ازاي يطلع الرز المعمر حلو كده. عندي الاول فرخه انا هفصصها، فرخه مسلوقه هفصصها واخد اللحمه بتاعتها كده اهو، جميل، بفصصاها تمام. هنيجي عندي دلوقتي طاجن الفخار، هحط فيه معلقه سمنه، جميل، وهدهنه كويس جدا. لازم يا جماعه الطاجن يبقى مدهون سمنه بلدي حلوه حلوه حلوه، تكونوا بتحبوها وبتحبوا طعمها. جميل. فصين مستكه بقى، انا بحب المستكه قوي قوي مع الرز المعمر، وده رز مغسول. دول حوالي كوبايتين من الرز المغسول، مغسول كويس جدا ومغسول مش منقوع، يعني ما قعدش فتره منقوع. جميل تمام. هنيجي بقى نحط قطع الفراخ اللي احنا كنا فصصناها وتفنوها بقى جوه الرز، دخلوها كده ايه جوه الرز كده. طبعا ممكن جدا تعملوه من غير فراخ طبعا خالص براحتكم، بس يعني بيبقى لذيذ لما تبقى وجبه كده كامله متكامله على بعضها. تمام. ادفنوا بقى قطع الفراخ ده وخلوا الرز يطلع من فوق الوش كده اهو. نيجي بقى دلوقتي للبن. دول حوالي 3 كوبايات من اللبن، لبن عادي خالص دسم، تمام، لا سخن ولا بارد، لبن عادي خالص ما فيهوش اي حاجه، معلوش اي اضافات، لبن بس. جميل. وهحط عليه كوبايه من الشوربه. الفكره ان انا عايزه السائل يبقى فوق مستوى الرز بتقريبا نص صباع كده. هحط دلوقتي بقى الملح، وهحط طبعا فلفل، براحتكم عايزين تحطوا فلفل اسود، بس انا هحط فلفل ابيض علشان اللون كويس. واجي بقى دلوقتي عندنا بقى ايه، عندنا قشطه، هنحط بقى كده القشطه، وناخد القشطه كده علبه قشطه حلوه ونحطها بالمعلقه على فوق الوش. جميل. طبعا هي هتسقط كده وما تقلقوش، مش مشكله، هي بعدين في الفرن بقى هتسيح وتنيح وتعمل الشغل بتاعها المظبوط التمام. نيجي بقى دلوقتي للتسويه، تسويه الرز المعمر. اولا الشوايه مفتوحه من فوق زي ما انتم شايفين، هندخلها الاول بتاع ربع ساعه والشوايه مفتوحه. بعد ما اطمن ان الوش اخد لون اروح مغيره وفتحها من تحت، وده المنظر النهائي بيبقى شكله بالشكل ده، مستوي مظبوط جدا جدا، واخد حوالي في الفرن اخد حوالي ساعه. ممكن بعد ما اخد وش في الاول ممكن اغطيه شويه، وبعدين بعد كده في الاخر اشيل ورقه الالومنيوم. مش قادره احكي لكم على جمال الرز وطعمه وحلاوته، حاجه كده في منتهى الجمال.